السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة مهمة جدا فوق ما انت تتخيل، لان كتير من الناس بيقولوا لي احنا مش بنعرف ندمج الراس او ندمج شخصية على جسم تاني خالص، مثلا ننزله من فري بيك والكلام ده كله. فانا النهاردة ان شاء الله هعلمك ازاي تشيل الوش من الجسم الاصلي وتحطه على جسم تاني بحيث انه يبان بكل واقعية. بس الاهم من كل ده، اول حاجة تصلي على النبي، تاني حاجة تتأكد انك عامل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. مش هطول عليك اكتر من كده، ويلا بينا نبدا الفيديو مع بعض. بص يا صديقي، ان شاء الله بعد الفيديو ده هتطلع من الفيديو باستفاده كبيره جدا، وان شاء الله هتقدر ان انت تدمج اي راس على اي جسم انت هتنزله لصوره من فريبيك او ايمج اف اكس، او ان انت تجنريت صوره يعني عموما، فتطلع باستفاده كويسه ان شاء الله. بص يا صديقي، احنا اول حاجه علشان نجيب، انا بسهل عليك خالص، احنا عشان نجيب الجسم اللي احنا عايزين نعمل له مانيبيليشن، اللي احنا عايزين يعني ندمج الراس مع الجسم، فكل اللي نعمله ان احنا نيجي على موقع فريبيك، نكتب مثلا في السيرش مان رياكشنز. بعد كده بحدد ان انا عايزها فوتوز واعملها هنا بريميوم، وابدا يا سيدي بقى ان انا اختار الصوره واحده واحده. بص انا مش مجهز اي حاجه، انا باجي اقول لك على الخطوات اللي انا بعملها بحيث ان انا احط نفسي مكانك، ان انت مش مجهز حاجه فانت بتدور، فانا عايز اشوف اختياراتك هتبقى عامله ازاي، او انت عايز تشوف اختياراتي انا بختار بناء على ايه. طيب، قبل ما اختار اي صوره انا لازم اعرف واشوف تفاصيل الصوره اللي انا هشيل منها الوش بتاعت مثلا المستر او اي كاركتر معايا، عشان اعرف اجيب الكاركتر اللي انا عايز اجيبها. هل هي مثلا برقبه طويله، ولا اصلا الرقبه عنده يعتبر مش موجوده؟ طيب البشره بتاعته لونها عامل ازاي، والكلام ده كله. فاحنا لو جينا هنا على برنامج الفوتوشوب، انا طبعا حاطط صورتين هنعمل عليهم دمج الراس والجسم. طيب تعالى لمستر محمد عبد الجواد كده، لو جينا بصينا للجسم هنلاقي ان الجسم مش تخين قوي ومش رفيع قوي. طيب الجسم متوازن، يعني الحجم في النص ما بين التخين وبين الرفيع. طيب بالنسبه للرقبه، هل الرقبه طويله قوي ولا قصيره قوي؟ فانا عايز اقول لك ان هي هنا وسطانيه، فتنفع لاي كاركتر او ثلاث ارباع كاركترز ان احنا هننزلهم هتلاقيه على الوش ده. طيب في حاجه تانية برضو بنختار بيها الكاركترز وبناء عليها التصميم بيطلع كويس. طيب هنفترض مثلا ان انا بقول لك انا عايز تصميم بنبه فيه الطلبه عن حاجه مثلا تحصل في المنصه او تحصل على اليوتيوب والكلام ده كله، فانا مش هينفع ان انا اروح اجيب كاركتر بيضحك، لا انا عايز كاركتر تشد، عايز كاركتر عامل مثلا رياكشن مختلف، او رياكشن فعلا بيقول لك ان انت لازم تنتبه للبوست ده، او تنتبه للكلام الموجود او الفيديو الموجود، وهلم جره يعني. طيب احنا كده اتاكدنا من الصوره معانا وشفنا الحجم والرقبه والكلام ده كله، فهنيجي على فريبيك زي ما احنا كنا متعودين، وهنشوف الكاركترز اللي موجوده معانا هتبقى مناسبه ولا لا. طيب انا بعمل سكرول، بس هنا مثلا يعني مش عاجبني حاجه قوي، فبعمل نيكست بيج، بدور كتير، بعمل سيرش كتير. هنا مثلا مش عاجبني برضو الحاجات دي، نعمل نيكست بيج. خد وقتك خالص وخد راحتك عشان تطلع بحاجه كويسه بكواليتي كويسه في الاخر. هنا برضو مثلا دي شدتني، دي شايفها انها هتبقى مناسبة جدا مع الصورة بتاعتي. طيب هعملها داونلود، نبدأ ان احنا نشتغل عليه. تعالى نجيبها كده، نزلت مرتين، نسحبها على برنامج الفوتوشوب. طيب عشان نقص الصورة دي طبعا زي ما احنا متعودين، زي ما انا معودك في الفيديوهات اللي فاتت، هنيجي هنا على السلكشن ونعمل سيلكت سبجكت بحيث انه يعمل لنا سيلكت على الجسم اللي معانا. طبعا انا هنا مش بركز قوي على حته التحديد بتاع الجسم والكلام ده كله، اكتر ما انا مركز في التكنيكال اللي هيخليك تدمج ما بين الراس وما بين الجسم. حتى انا هعمل على خلفيه سوليد. تمام تمام. ممكن هنا نرجع شويه القص عشان هو خد من التيشيرت عشان لونه ابيض والباك لونها رصاصي يعتبر جراي يعني. نشيل من هنا شويه، انا مش بركز في القص قوي زي ما انا قلت لك. هنيجي هنا مثلا ناخد من الابيض ده كده بالظبط. تمام ماشي، هنعمل ماسك.
بعد ما نعمل ماسك هنجيب السلكت ونعمل على الدماغ واسيب الرقبة زي ما هي، ما اجيش ناحيتها خالص لانها هتنفعك في الدمج. تمام. نتأكد هنا ان البرش قصدي الماسك هنا الالوان معمول على اللون الابيض، ولو معمول على الاسود هغيره من الكيبورد عن طريق اكس. بعد كده هنعمل ديليت، هيشيلك الراس خالص. هنيجي هنا بالبرش السوداء ونمشي على الحواف اللي هي البقايا بتاعة قص الوش كده بالظبط. طيب تمام، هنعمل convert to smart object ونروح نفتح الملف بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه. هنعمل 4000 في 4000 والريزوليوشن 72 والكلر مود ار جي بي كلر زي ما اتفقنا، المطبوعات سي ام واي كي، اي حاجه بتنزل على السوشيال ميديا فهتبقى ار جي بي. هنعمل كرييت ونسحب يا باشا الصوره بتاعتنا على الملف كده بالظبط، ونيجي على الصوره اللي احنا عايزين نعمل لها مانيبيليشن ونقوم جايين محددينها باداه السلكشن، ونتاكد ان الرقبه جايه معانا، والحاجات اللي هي الزيادات دي احنا كده كده هنشيلها من خلال البراش تول. نعمل ماسك، بعد كده هنعمل convert to smart object وبعد كده هنسحبها على التصميم بتاعنا او الكاركتر بتاعتنا. طيب انا هنا عايز اطابق الوش بتاع المستر مش على الكاركتر الاصليه بتاعته، لا انا باخد الكاركتر اللي انا هدمج عليها الوش وبناء عليه بظبط الحجم الوش عشان يبقى مناسب مع الجسم، بحيث ان ما يبقاش الوش كبير والجسم صغير او الجسم كبير والوش صغير. هنيجي هنا نتأكد ان احنا الرقبة هنا زي الرقبة هنا بالظبط، نرفعها فوق شوية. طيب احنا عايزين نشوف الحاجة اللي تحت الوش عشان نقدر نطابق المواصفات بالظبط، فكل اللي نعمله ان احنا نيجي على الاوباسيتي ونقلل علشان نشوف اللي تحت، وهنيجي هنا يا باشا نزود لحد الحافة وهنا لحد حافة الرقبة بالظبط، وبعد كده بعمل اوكي وباجي على الاوباسيتي وازوده تاني زي ما هو. طبعا احنا ممكن هنا نكبر الدماغ بتاعتنا شوية وبعد كده نظبط احنا الحجم بتاع الراس. طيب بعد ما وصلت لهنا ممكن مثلا نكبر حاجة بسيطة كده، الوش مناسب مع الجسم بتاعنا. طيب هل كده خلصت؟ لا طبعا احنا لسه في شغل كتير. طيب المفروض ان احنا هنعمل ايه في الزيادات دي؟ بص يا سيدي، احنا لو جينا هنا على اللاير بتاعتنا وعملنا ماسك وجينا على البراش تول ونتاكد هنا ان هي معموله على الاسود، ولو معموله مثلا على الابيض هنتكه اكس زي ما عملنا في التحديد، ونيجي هنا يا باشا نقوم جايين ماسحين الحاجات الزياده كده بالظبط، ونيجي هنا مثلا نقوم جايين شايلين ده كمان، نيجي من هنا نشيل دول، نطلع الرقبة شوية نشيل حواف القميص اللي كانت موجودة كده بالظبط. بص الموضوع طبعا بدأ يبقى واقعي شوية ونفس طول الرقبة بالظبط. طيب ممكن هنا كمان نخش شوية ونقص بص هنا ممكن نشيل الحاجات الغامقة دي عشان تبقى مطابقة للحاجة اللي تحتها، نشيلها كده بالظبط. أهم حاجة تصغر البرش وخلي يبقى عندك صبر وبال طويل عشان خاطر الحوار ده، لو ما ظبطش معاك التصميم كله بيبوظ، الكاركتر كلها بتبوظ. بص يا صديقي، ده كده قبل وده كده بعد، طبعا الموضوع فرق جدا. طيب هنلاحظ هنا ان في زيادة عن الرقبة الاصلية، فكل اللي انا هعمله ان انا هجيب البرش واصغرها خالص
وامشي على الاطراف زي ما احنا متعودين كده بالظبط. بص الموضوع فرق معانا ازاي. ممكن مثلا نشيل زيادة من هنا، نسيبها زي ما هي، نشيل الزيادة بس اللي فوق دي، وده كده يا سيدي قبل، وده كده بعد. طبعا الموضوع فرق جدا. بص عايز تنزل شوية وتظبط من الاطراف قشطة، مفيش اي مشكلة. طيب انا كده خلصت اول دمج معايا في الكاركتر، وعلمتك ازاي انا ما لعبتش في الوان وما لعبتش في اي حاجة خالص. طيب المفروض ان انا هعمل ايه؟ انا حاسس هنا ان الجسم بتاعي واخد تون اصفر شويه. طيب قبل اي حاجه انا عايز اخش على الكاميرا رو فلتر، عشان انا حاسس هنا ان البشره متنعمه، وهنا البشره تحس ان الكلاريتي فيها عالي شويه. طيب هنيجي هنا نتاكد ان احنا واقفين على اللاير الاساسيه مش الماسك، ونيجي من الفلتر ونعمل كاميرا رو فلتر. نيجي هنا يا سيدي من الكولر نزود الاصفر حاجه بسيطه، واللايت نقلل هايلايت مثلا، نزود شادو حاجة بسيطة، ونقلل هنا البلاكس، الكونتراست نزوده. وبعد كده نيجي على الافكت نزود تكتشر، ونيجي على الديتيل نعمل نويز اديوكيشن نزودها شوية عشان بتنعم لي الوش بتاعي. وبعد كده ادوس اوكي. بص يا صديقي قبل وبعد طبعا الموضوع فرق معانا سنة، بس احنا هنا زودنا الاصفر، فهنخش تاني ونقلل الاصفر حاجة بسيطة خالص، ممكن مثلا نخليه 1، نتك اوكي. بص النتيجة بقت عاملة ازاي. طيب في حاجة كمان المفروض ان انا اعملها، اللي هي بتنعم لك البشرة. طيب في حاجات كتير، بس في حاجة جديدة في برنامج فوتوشوب حرفيا هي بتسهل عليك الدنيا جدا. طيب نعملها ازاي؟ بص يا صديقي احنا لو جينا على فلتر هنلاقي حاجة اسمها نيرال فلترز، فلو اتكينا عليها ضغطة كده هيفتح معانا القايمة اللي بتحمل دي. وبعد كده هيظهر لك حاجة هنا اسمها All Filters، اسمها Skin Smoothing، هنعمل لها ان احنا نفعلها يعني، وبيحمل تحت اهو Processing in on device. بعد كده بنتك اوكي، وكده يا باشا هو نعم لك الوش خالص. طيب تعالى كده نشوف قبل وبعد. بص قبل، طبعا الرندر بيبقى بطيء شوية، ده قبل وده بعد. طبعا الموضوع فرق جدا. طيب في حد هيقول لي مثلا الحته دي فاتحه شويه عن الحته اللي تحتها، هقول لك ان احنا ممكن نجرب حاجه بسيطه، ولو نفعت تمام، ما نفعتش ممكن نجرب حاجه تانية. لو جينا على اللاير بتاعت الوش بتاعتنا، وجينا على الادجستمنت لاير وعملنا اكسبوجر، وبعد كده عملنا كنترول الت جي علشان نعمل كليبنج ماسك، وجينا هنا الاكسبوجر وقللناه حاجه بسيطه بحيث انه يبقى مطابق مع الحته دي. ممكن مثلا نعمله هنا اخر واحده، لا مش تنفع. طيب هنخليها نورمال زي ما هي، ونيجي نعمل كنترول اي، ونيجي بالبرش السوداء ونكبر كده وننزل بضغطه. بص الموضوع فرق معانا ازاي هنا كده. بص يا باشا قبل بعد، طبعا الموضوع بقى في اللذيذ، وتحس فعلا فعلا ان الدماغ متصوره على الكاركتر دي بالظبط. ممكن مثلا اجي هنا على الكالر بالانس ازود مثلا اورنج حاجه بسيطه، واليلو نفس الكلام، واجي على الهايلايتس ازود ريد واليلو حاجه بسيطه خالص، وكده يا سيدي يبقى قبل وبعد. طبعا الموضوع فرق معانا جدا. ممكن بقى كلهم نعمل تكه شيفت الاول للاخر، ونعمل كنترول جي عشان ناخد نسخه. دايما خد نسخه عشان لو في تعديل تقدر ترجع له تاني. هياخد لك كل اللي انت عملته ده كوبي،
بعد كده هندمجهم في لاير واحده زي ما احنا متعودين عن طريق كنترول اي، ونعمل convert to smart object. بعد كده يا سيدي بنخش مثلا على الكاميرا رو فلتر، نجيب هنا قبل وبعد، ممكن مثلا هنا اللايت الهايلايتس نقلل، والشادو نزود، الكونتراست مثلا نقلل حاجه بسيطه، الاكسبوجر يعلى، والوايتس نفس الكلام، بلاكس يقلل عشان الحتت الغامقه تغمق اكتر. ونيجي على الافكت نزود تكتشر، نزود كلاريتي مثلا، الجهاز، نيجي على الديتيل نعمل نويز ريديوكيشن، والكولر ممكن مثلا نروح ناحية اللون الأزرق حاجة بسيطة. وبعد كده بص شوف ده قبل وده بعد، طبعا الموضوع فرق جدا فوق ما انت تتخيل. طيب تك اوكي كده يا سيدي، دمج أول كاركتر معانا تمام بقى تمام. واعتقد ان انت بعد ده فانت في الحته دي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتبقى بروفيشنال جدا. طبعا احنا ما دخلناش في حته الريتاتش والكلام ده كله، بس زي ما قلت لك في اول الفيديو ان انا كل همي انك تتعلم تدمج الراس مع الكاركتر اللي انت جايبها، اللي مش بتبقى بتاعت المستر ولا هو متصور بيها ولا اي حاجه، بس بتبان لك انها واقعيه مع شويه ريتاتش مع سكين تون والكلام ده كله، فالموضوع بيفرق معانا جدا. طيب كده احنا اول حاجة عملناها، اول كاركتر عملناه. طيب تعالى نعمل الصورة التانية بتاعة المستر ده. طيب تعالى نخش تاني على فريبك ونحاول نختار هنا مثلا. تعالى نشوف الرياكشن. الرياكشن كده تحس انه صايع، يعني واحد غامز وبتاع، فمحتاج حاجة صايعة، مش محتاج حاجة سيمبل او رسمية. طيب عايزين نجيب حاجة كده متدلعة، فهنعمل ايه؟ لو قعدنا ندور هنا شوية دي مثلا اخترناها مرة خلاص. مش عارف دي حاسس انها عجباني شوية، شايف انها كويسة قوي. دي برضو شايف انها لذيذة، بس ده رفيع عن الجسم اللي معانا. ده اللي انا بقولك عليه بقى، دي معايير اختيار الصورة اللي انت هتدمج عليها. فطبعا ده مش هيبقى مناسب معايا خالص، بس انا دي مناسبة معايا، حاسس انها مناسبة. طيب هنعمل لها داونلود ونسيبها دلوقتي نركنها على الرف. نعمل نيكست بيج. حاسس مثلا ان الكاركتر دي مناسبة معايا، فاعمل لها داونلود برضو. انا بقعد اختار كده لحد ما بوصل للشكل الاساسي والشكل الرسمي اللي انا وصلت له للاخر في صورة مستر محمد عبد الجواد. اعتقد دول اكتر صورتين احنا نعرف نشتغل عليهم. فمثلا بدل ما نختار، تعالى نختار مع بعض، نختار دي ولا نختار دي؟ اعتقد ان الصورة هنا هتبقى افضل. تعالى نسحبها على برنامج فوتوشوب، وزي ما عملنا في الصورة الاولانية هنعمل سيلكت، بعد كده نعمل سيلكت سبجكت. وزي ما قلت لك انا مش اهم حاجه عندي ان انا اعلمك التكنيكال، مش انك تقص والكلام ده كله، لان انت عارف ومش محتاج ان اقول لك يعني. هنعمل على طول ماسك، بعد كده هناخد الوش زي ما اتعودنا، ونتاكد ان هو معمول على الابيض، وبعد كده نعمل ديليت او باك سبيس يعني. بعد كده نعمل كنترول دي عشان نشيل، نيجي على البرش نتاكد انها سود عشان نشيل البقايا بتاعه القص بتاعنا كده بالظبط. بعد كده اعمل convert to smart object، واجي من الفايل نيو وافتح ملف جديد خالص. تعالى نسحب الصورة بتاعتنا كده بالظبط، تعالى نعدلها كده، نمسحها بقى من هنا عشان مش محتاجينها، ونيجي على الصورة الأصلية بتاعتنا ونعمل select subject أو نعملها يدوي زي ما احنا قلنا، لأن انت هنا مش محتاج الجسم كله، انت محتاج الرقبة والوش بس. طبعا هنا المستر رقبته كبيرة شوية، فده هتساعدنا في الدمج أكتر. لان غلط جدا انك تجيب مدرس مثلا رقبته كبيره وتعمله على يعني
كاركتر يكون ما فيهوش رقبه اصلا، فهي مش تبقى واقعيه. احنا اللي احنا جايبينها الرقبه مش كبيره، بس الرقبه بتاعه المستر هتخدم علينا جدا. طيب نيجي نعمل هنا ماسك، نعمل convert to smart object، وبعد كده نسحبها على التصميم بتاعنا. طبعا زي ما احنا اتعودنا، كل اللي نعمله ان احنا نعمل opacity، هنقلله شويه، ونيجي هنا نقوم جايين موسطنين الراس مع الجسم كده. نكبرها شويه، وعلى نفس الاوباسيتي بالظبط هنعمل ماسك، ونيجي على البراش السودا ونمسح الحاجات الزياده بتاعتنا كده بالظبط. واحده واحده الدنيا هتظبط معاك والله، بس انت طبق معايا مره واثنين وثلاثه وعشرة، وهتلاقي بعد كده حوار الدمج ده ما عادش فيه اسهل منه عندك. هتلاقي اصلا اسهل حاجه انت بتعملها هي دمج الكاركترز ودمج الدماغ مع الجسم. هنا مثلا نمسح شويه عشان نبقى موازيين للرقبه الاصليه. نزود هنا الاوباستي شويه، حاسس ان انا جيت هنا، لا ارجعها تاني. نمسح هنا الحاجات اللي هي الزيادة اللي احنا مش محتاجينها. وبص يا سيدي، بعد ما دمجنا الصورة بتاعتنا مع الرقبة والكلام ده كله، فالموضوع فرق معانا جدا. طب تخيل مثلا احنا لو كبرناها شوية عشان نخفي حتة الديتيل اللي هنا، بس الموضوع هيبقى الدماغ كبير عن الجسم، فالموضوع مش هيبقى واقعي، فده أنسب حجم للوش بتاعنا. طيب دلوقتي الصورة اللي معانا هنا واخدة التون سكين تون اللي هو الأورنج. طيب احنا ازاي نطبقه على الوش بتاعنا؟ كل اللي هنعمله ببساطة ان احنا هنخش على فلتر زي ما عملنا، بس نتأكد ان احنا واقفين على اللاير الأصلية، فلتر كاميرا رو فلتر. نيجي على اللايت، نقلل الهايلايت شوية، نزود الشادو، والوايتس نزوده، والبلاكس نقلله، والكونتراست نزوده حاجة بسيطة، والاكسبوجر نفس الكلام. ونيجي على الكلر، في التمبريتشر نزود أصفر، موف فيبرانس سيتوريشن عشان التلوين، والإفكت نزود تكتشر وكلاريتي حاجة بسيطة، والديهاز برضو حاجة بسيطة خالص. ونيجي على الديتيل نويز اديوكيشن نزوده، وبعد كده ندوس اوكي. بص الوش بتاعنا قبل بعد، طبعا الموضوع فرق معانا ودخل فيه التون شويه. طيب ايه تاني هنعمله؟ هنيجي نعمل color balance، كنترول alt J، نيجي هنا مثلا نزود ريد شويه واليلو، نيجي على الهايلايتس نزود الاحمر والاصفر حاجه بسيطه، وكده يا سيدي يبقى قبل وكده بعد. طبعا الحته دي ممكن حد يقول لي احنا عايزين نزودها، فانا عايز اقول لك انها مش هتبقى باينه قوي، ولو انت مصمم يعني ان انت تزودها، فكل اللي هتعمله ان انت هتيجي على اللاير بتاعتك دي، هتاخد منها نسخه وتخفي اللي تحتها، وبعد كده هتيجي على اداه الكلون ستامب تول وتضغط هنا ضغطه، بعد كده هيجيب لك الرساله دي، هتعمل اوكي وتضغط يا باشا هنا ضغطه كده وتجيبها هنا وتزود. هو طبعا هنا عشان احنا ما دمجناش الجسم مع بعض، فتعالى ندمج الاول، كنترول جي عشان ناخد نسخة يعملها لنا كوبي يعني، بعد كده نعمل كنترول اي ونعمل convert to smart object، بعد كده نجيب الأداة دي نتكة كده يجيب لك نفس الرسالة. هتتكة هنا كده يا باشا، تقوم جاي ساحب على الحتة دي، تتكة تاني وصغر شوية الفرشة، تاخدها هنا كده بالظبط، وهنا
كده بالظبط. بص يا سيدي، الموضوع هنا بقى عامل ازاي؟ الموضوع بقى رياليستيك جدا فوق ما انت تتخيل. فالموضوع عايز اقول لك ان هو سهل، بس محتاجك ان انت تطبق كتير عشان توصل لمستوى بروفيشنال. وبكده يا سيدي احنا الحمد لله خلصنا درس النهارده. وعايز اقول لك الدرس النهارده والله مهم جدا، وعايزك تتفرج على الفيديو مره واثنين وثلاثه عشان بعد كده الحته دي ما تقفش معاك. اتمنى انك تتابعني وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات ان شاء الله اللي هتنزل عن التدريس والتصميمات المختلفة والكلام ده كله. مش هطول عليك اكتر من كده. سلام.